برافو يا نجم، عملت 200 اوردر في اليوم. تعالى. سمعت كده قبل كده على السكيلينج. طب هو بيعمل ايه؟ شفت فيديوهات كتير وما فهمتش منها، بس انا جاي افهمك. السكيلينج يا معلم بينطبق على 3 مراحل رئيسيه، ما ينفعش يطلع بره عنها، وانا جاي افهمهم لك ببساطه. فيرتيكال سكيلينج بيعمل ايه ده بقى؟ ده بيقول لك زود الميزانيه من 20 ل 30%. ليه؟ عشان الخوارزميات بتاعت اي منصه ما تتوهش منك. يعني ايه ما تتوهش مني يا عم طاهر؟ يعني انت لو زودت 100% الضعف ده غلط تماما. اقصى حاجه ممكن تعملها من 60 ل 70% ممكن تزوده في الميزانيه. الضعف لا. ليه؟ عشان الخوارزميات هي رايحه فين؟ كانت بتستهدف واحد بقى بتستهدف واحد تاني خالص. وده اللي عملناه في النجف، براند نجف معانا. انا اوريكم نتائج زي ما انتم شايفين كده قدامكم. طيب الهوريزونتال سكيلينج بيعمل ايه بقى الحاج ده؟ هقول لك الحاج ده بيعمل ايه. ده بيغير الجمهور او استهداف الجمهور. انا دلوقتي عندي سلعه مثلا بتتباع للاي كلاس، رحت بعتها للبي، فانا عشان اشوف الادسيت بتاعتي جايبه فين وجايبه فين فلازم اعمل جمهورين مختلفين. فانا هحكي لكم حكايه. براند لابات كان معانا، كان كل شويه يروح يعمل اعلان مع الناس ثانيه ويجيبوا له 15 20 جنيه. جه عمل معانا من غير اي حاجه، جبنا له 10 جنيه. العميل طبعا زعل وقال لنا لا انا عايز اقل من كده، قلنا له عينينا. فشفنا فين القوه الشرائيه في القاهره وبدانا نستهدفها. ولما استهدفناها احنا استهدفنا كواليتي العميل عالي جدا، استهدفنا سعر مسج من 3 ل 4 جنيه. انت متخيل انا كنت بجيب سعر مسج مع العميل ده ولابات، يعني انت بتتكلم برضو في منتج بيتباع بصعوبه مش بسهوله، من 10 للنص. فده الهوريزونتال سكيلينج نفعني هنا. فانا غيرت ايه؟ عملت كذا اعلان بكذا جمهور مختلف فجاب لي النتيجه دي. ودي للمناسبه يعني ده قبل وده بعد بالنسبه للعميل معانا اللي بيتاجر في اللابات. طب تعالى نشوف الكرييتيف سكيلينج. بيقول لك الكرييتيف سكيلينج ده لازم تستخدم الهوك في اول 3 ثواني بدقه عاليه. الفيجوال بتاعك لازم يبقى كويس جدا. لازم تشوف الفي او 3 اللي عامله جوجل ولازم تستخدمه في اعلاناتك. الكونتنت نفسه لازم الكلام فيه. اشتغل يا عم بالاي اي دي اي، هتلاقيه برضه احنا شارحينه على قناه اليوتيوب. اشتغل بي اي بي اي اس، احكي قصه ستوري. كل دي كونتنت وهتشوفوها قدام باذن الله. هعرفك حاجات كتير عن الماركتنج واللي بيستخدموها الميديا باير بدون تعقيدات، بدون كلكعه في المسميات. انا خلصت لك السكيلينج يعني ايه. تابعني على اليوتيوب، تابعني على الفيسبوك، تابعني على منصه اكس، تابعني على سناب شات، تابعني على تيك توك. اشوفكم بخير. كان معكم طاهر عبد الله، سنه ميديا باير اشعاعات.